تخيل تعمل فوتوشوت ببراند لبس من غير ما تنزل من بيتك، من غير مودلز، من غير كاميرات، من غير ما تحرق ميزانيه وفيديوهات. دلوقتي بالاي اي تقدر تطلع نتائج زي دي ومن موبايلك. ولو انت لسه جديد، فانا نور المسؤول عن الاوبريشنز في جامعه ماني لاب، وفي الفيديو ده هقول لك على طريقه تعمل بيها الاف الدولارات وانت قاعد في بيتك، عن طريق انك تشتغل مع براندات لبس بالاي اي. من اول ما تلاقي براند محتاج الخدمه لحد ما تاخد صور بسيطه للهدوم وتعمل لها فوتوشوت كامل كانه تصور في استوديو عالمي. ولو ناوي تشتغل في المجال ده بجد وتحول المهاره دي لفلوس، الفيديو ده هيختصر عليك تعب كتير جدا لانه يعتبر كورس مجاني. وقبل ما نبدا، لو انت لسه مش مشترك اعمل سبسكرايب عشان تساعدنا نوصل لمليون سبسكرايبر السنه دي باذن الله. ويلا بينا نبدا. طيب اللي مش فاهم البساطه اللي احنا بنعمله، المهاره دي هي بكل بساطه مهاره الاي اي فوتوشوب، والمهاره دي اتشرحت في كتاب دحيح الاي اي اللي احنا لسه منزلينه من فتره. لو انت عايز الكتاب ده هتلاقيه في الديسكربشن تحت، اتفرج عليه، هديك برومتس مجانيه تعلمك ازاي تبدا وتشتغل بيها اونلاين. طيب ايه اصلا فكره الاي اي فوتوشوب؟ فكره الاي اي فوتوشوب انك تعمل فوتوشوب براند لبس، او حتى براند عطور، براند قهوه، ايا كان. ولكن الميزه هنا انك هتخليه يبان واقعي جدا، وانك هتعمل فوتوشوت فعلا يجيب نتائج. هو اصلا براندات اللبس بيجي لها نتائج ازاي؟ بيجي لها نتائج لما المنتج بتاعنا او اللبس نفسه يبقى ظاهر على موديل وظاهر في لوكيشن بيدي قيمه عاليه لللبس اللي ملبوس ده. يعني مثلا لو انت في مثلا جاكيت معين شفته اونلاين، لو نفس الجاكيت ده لقيت حد مشهور لابسه ومسافر بيه مثلا بالي او ايا كان، الجاكيت ده هيعرف نظرك، تحس ان هو حاجه عاليه جدا وغاليه جدا. فنفس الكلام اللي انت هتعمله هنا، بس الميزه هنا ان انت هتاخد لبس على فوتوشوت معمول اوريدي، وانت هتعمل حاجه شبهه بالظبط. يعني هتدور على حاجه نجحت وتعملها تاني بس باسلوبك باختلاف شويه. على سبيل المثال دلوقتي احنا عايزين ناخد امثله ل صور نجحت، او مثلا ايه فوتوشوت الناس شكرت فيه كويس جدا. فمثلا اخش عند براند زي واي ستوديوز. البراند ده ما شاء الله نجح جدا الفتره الاخيره وطلع في شارك تانك، ويعني الناس بتشكر فيه جدا يعني. فانت لو دخلت هنا وقعدت تقلب تحت، فلقيت مثلا ان الصوره دي، لا ده فيديو اساسا، بندور على صوره تكون جابت لايكس كويسه. مثلا الصوره دي جابت 1500 لايك على عكس العادي عنده، يبقى دي طريقه عرض للصور كويسه. فاحنا لما نيجي نلاقي حاجه كويسه هنسيبها على جنب نشوف غيرها. في صوره ثانيه ممكن تكون جابت لايكس كويسه مثلا، هنلاقي ان هم تقريبا ما فيش حاجه جابت لايكس قوي قد الصوره اللي فاتت، فغالبا هو ده الحاجه اللي نجحت عنده. ممكن تبص على براندات تانيه زي نايك، اديداس، الكلام ده كله، تبص على الحاجات اللي نجحت عندهم اللي الناس شكرت فيها، تبص على الكومنتس تشوف الكلام ده كله، وبعد كده تبتدي تاخد الصوره دي سكرين شوت. فمثلا هناخد الصوره دي سكرين شوت كده جميل ونسيبها معانا كده على جنب. حلو، انا دلوقتي عايز ادور على براند ممكن اقدم له السيرفيس دي. هبتدي ان انا اعمل سيرش مثلا على جوجل، انا عايز اشتغل مثلا ايه مع لوكال براندز في مصر، يعني براندات مصريه مش اجنبيه تبقى موجوده في مصر ويبقوا محتاجين الخدمه دي. فمثلا انا هخش اكتب مثلا لوكال براند كلوذنج ايجيبت مثلا، فاخش على اول موقع هيطلع لي، هيطلع لي براند، وهلاقي ان هم مصورين صور للمنتجات بتاعتهم جميل. بس انا مثلا شايف ان الصور دي ممكن تتحسن كتير. مثلا ده على سبيل المثال براند، ممكن تروح لبراند تاني يبقى الصور عنده اوحش فانت تحسنها اكتر. بس مثلا انا شفت ان البراند ده الصور بتاعته مش احسن حاجه، خلاص فهناخد مثلا المنتج ده الصوره دي، او ناخد مثلا المنتج ده مثلا. فانا عايز اظهر المنتج ده بشكل السكرين شوت اللي انا خدتها في البدايه حلو، ويبقى شكلها حلو، بحيث انا ممكن ابعت للبراند ده اقول له انا هعمل لك صور شبه دي، والصور دي اضمن لك ان هي هزود لك المبيعات. هتقول لي زود لك المبيعات ازاي؟ هقول لك البراندات الملابس اللي شبه كده بنسبه 95% بيبقى معتمدين على الميديا باينج، او فكره البيد ادز، الاعلانات المموله. فهو بيشغل اعلان ممول على صوره او على فيديو. ايه الصوره والفيديو دي حاجه اسمها كرييتيف. الكرييتيفز بتاعته اللي هو عرض المنتجات بتاعته. فلو عرض المنتجات بتاعته كفيديوهات او صور، كل ما الكواليتي بتاعتها تتحسن كل ما نتائج الاعلانات هتتحسن. طبعا بيختلف طبعا على حاجات كتير جدا، بس جزء من نجاح الاعلان هو كرييتيفز. فانت كل ما تحسن الكرييتيفز كل ما النتيجه هتتحسن. وهو شخص وانت داخل له هيبقى عارف كده كده 100%. ولو مش عارف انت بتعرف تقول له ان كل ما كرييتيفز تتحسن في الاعلانات المموله كل ما النتائج هتتحسن. فانت هتعمله كرييتيفز بشكل مختلف، وبشكل انك بتشوف الحاجات اللي نجحت وتعملها، مش بتخترع العجله. فانت هتاخد مثلا صوره شبه كده وهنخش على جيميناي، وهنبعت لجيميناي الصوره الاولانيه اللي احنا خدناها، اللي احنا خدناها من واي ستوديوز هنا جميل. وهنفتح هنا وهناخد سكرين شوت مثلا للمنتج بس للتيشيرت حلو، وهنبعتها لجيميناي برضو نانو بنانا. هنا انا بكلمك الكلام ده مجاني، انت لو مشترك في نانو بنانا برو هطلع لك نتائج احسن، بس نانو بنانا اللي تبع جوجل جيميناي هيبقى احسن بكتير. ومش لازم تكتبه بالانجلش ولا اي حاجه من الحاجات، تكتبه بالعربي عادي جدا. وفي طريقه ثانيه عشان انا مثلا مش متخصص جدا في الاي اي، بس انا هشرح لكم هنا على حد بادئ من الصفر ما يعرفش اي حد. لكن لو انت عايز تعلى بالليفل جدا، مثلا احمد كان بيشرح حاجات شبه كده، ان انت بتبعت لتشات جي بي تي وتشات جي بي تي بيكتب لك برومبت يطلع لك نتيجه كويسه، وانت تبعتها بقى لنانو بنانا. بس انا مثلا ما فهمش قوي في الاي اي مثلا بخبره احمد. لو انتم مش عارفين احمد هو في الشانل متخصص في المونتاج والاي اي والديزايننج والكريتيفز عامه، فانا هكتب له بالعربي مش لازم الانجليش. انا هقول له الصوره الاولانيه هي صوره ممتازه بالنسبه لي، اللوكيشن زاويه
كمان الموديل، انا بعت لك صوره تانية لمنتج تيشيرت وعايزك تبدله بالتيشيرت اللي موجود في الصوره التانية، وتأكد إنك ما تغيرش ملامح الشخص. فمثلا ده برومت بدائي جدا بس هيطلع لك نتيجة حلوة إن شاء الله. نبعته فهنلاقي إن هو طلع لنا نتيجة ممتازة من غير ما يغير في ملامح الشخص، وكمان نفس الزاوية، وحتى ساب نفس البنطلون الملبوس، هو بس غير التيشيرت. فمثلا انت حاجه زي كده ممكن تبتدي بقى ان انت تبدع بالليفل وتعمل بقى اللي انا هقوله لك دلوقتي، بانك هتفتح بنترست وهتكتب مثلا كرييتيف فوتوشوت جميل، وهتنزل تدور على صوره تبقى ممتازه. دي طبعا طريقه، مش طريقه اللي هتجيب لك ان الحاجات اللي نجحت، بس هتجيب لك حاجات مختلفه. مثلا الصوره دي روعه، شكلها مختلف تماما، واحنا ممكن مثلا نروح عاملين سكرين شوت للصوره دي ونبعتها لجيميناي. حلو، ونخش مثلا على صوره لشخص مثلا لابس مثلا الطقم ده حلو، هنروح باعتينه لجيميناي وهنقول له احنا ممكن ننقل نفس البرومبت، وهنبعت له نقول له بس انا هقول له مثلا ايه، انا بعت لك صوره تانية لمنتج تيشيرت وبنطلون عشان يبدل التيشيرت وبنطلون، ما يبدلش بس التيشيرت، وانا بعت له نتيجه ممتازه، نتيجه بجد خرافيه. والناس لما تشوف الصوره دي هتفتكر ان انت صارف الاف الدولارات عشان تعمل صوره زي كده، لان هي مش بس كواليتي، هي لوكيشن، هي اختيار توقيت في الاضاءه دي، وعدسات وكلام كتير جدا جدا. انا مثلا شخص ما بفهمش في حاجات شبه كده، ومع ذلك طلعت صوره ممتازه شبه دي. فدي مثلا حاجه انت ممكن تبتدي تعملها وتبعت لبراندات وتبعت لهم صور زي دي، وفعلا هيشتغل معاك بفلوس كتير جدا. هتقولي طب انا ممكن ادفع كام؟ انت ممكن تعمل فوتوشوت كامل مثلا للستوك بتاع البراند اللي انت داخل له، وتعمل على حسب بقى الستوك قد ايه، بس ليتس سي مثلا الستوك بتاعه عباره عن 10 قطع، فانت ال 10 قطع دول لو انت عملت له كل قطعه 5 صور ادي كده 50 صوره. 50 صوره دول ممكن ياخد منك يوم شغل، يومين شغل كتير جدا، وهتبتدي تدفع عليهم من 500 ل 1000 دولار على حسب البراند اللي انت داخل له، الليفل بتاعه، الكلام ده كله. طبعا كل ما انت داخل لبراند اقل شويه او لسه بادئ، فبالتالي هيبقى بيدفع لك سعر اقل بكتير. بس لو انت رايح لبراند كبير وانت فعلا واثق من اللي انت بتعمله وبتطلع كواليتي عاليه جدا، ممكن توصل ل 1000 دولار كمان. فبكده تبقى انت ابتديت اتعلمت مهاره ممكن تدخلك فلوس كتير جدا. بس للاسف مهاره زي كده في الاف الناس هيبتدوا يعملوها وهيبقى في منافسه عاليه جدا. لكن لو انت عايز تتعلم مهاره عاليه الدخل وتبقى مبدع فعلا فيها وعارف تدخل منها فلوس بس مش عارف تبدا منين، فاحنا دلوقتي فاتحين الحجز في البرنامج التدريبي اللي في 6 شهور هيساعدك تعمل من 500 ل 1000 دولار، عن طريق انك هتتعلم مونتاج من الصفر لغايه الاحتراف، وهتتعلم ازاي تجيب عميل وتقفل معاه صفقه وبتخليه يدفع لك فلوس بالدولار. لو عايز تعرف انت مؤهل تدخل البرنامج او لا، تلاقي رقم الواتساب بتاع التيم تحت في الديسكربشن، ابعت لهم كلمه تفاصيل وهيتواصلوا معاك على طول. لو عايز كتاب دحيح الاي اي هتلاقيه تحت في الديسكربشن تحت، اكتب الايميل بتاعك وهيوصلك الكتاب على الايميل. اشوفكم الفيديو الجاي مبدعين. سلام عليكم.